الثالثة هذه الحالة طبعا وهي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي الهلال. هذه حالة تنافسية، لاعب الهلال وضع نفسه أمام لاعب النصر، حدث تلاحم طبيعي حدثت الأمس في مباراة. نشوف هنا لاعب الهلال وش سوى، من هنا رمى نفسه أمام لاعب النصر، بالتالي أنا راح أصطدم فيك، لذلك كان يجب عليه الاستمرار. حكام الفار كانوا على حق بالمراجعة، للأسف الحكم أصر على قراره ولم يوفق. دفع اليد اللي موجود هذا لا هذا تلقائي، أنا لما تصير قدامي أبو الوليد هذه اليد تلقائية اللي يسمونها الحركة التلقائية، لأن شخص يكون قدامي. يعني لو نرجع بنشوف أنه في اللقطة الثانية الإعادة الثانية أنه لاعب الهلال وضع نفسه أمام لاعب النصر وأنا أجري. بنشوف هنا أبو وليد، بس هنا نرجع شوي، ارجع يا أحمد ارجع وزياد، أحمد ارجع. شوف الآن اللاعبين في تنافس عادل. أبو زياد في سؤال، في ناس بيتناقشون معك. أبو زياد لاعب النصر الحين هو ما اتجه الكرة، متجه اللاعب الهلال. لا كلاهما الآن يتجهان للكرة. الكرة من معه، الكرة كانت أقرب للاعب الهلال. لا للاثنين. لاعب الهلال يا شبه أقرب، رايح شبهه. أيوة، وش وضع نفسه؟ لم يتجه الكرة. ما وضع نفسه، يبغى الكرة بس، لكن لاعب النصر هو اللي دخل في يديه. هذه صارت في كأس العالم بعد بنفس الطريقة. أنا أتمنى لا يتم إسقاط حالات من كأس العالم، لها طبيعتها حتى في كأس العالم. هذا حكم كأس العالم، الحكم المكسيكي حكم الثالث والرابع المغرب، وما كان حتى جيد في مباراتهم، يعني ما هو معناه أنه لازم يكون جيد. يعني حكم الثالث والرابع، هو اللي حكم الثالث والرابع، وكان في على حسب رأيك لا يوجد تدافع، لا يوجد ضرب في القدم، لا يوجد ضربة جزاء. أبو وليد أمس حدثت في مباراة الشباب، مباراة الشباب اللي هو مع هتان باهبري، لم قلنا الاستمرار كان قرار صحيح. ما حسبها بسبب الدفع اللي في اليد، الكلام هذا ارجع لي فيها ليس دفع وإنما استمرارية حركة. أنا لما تصير قدامي وش أسوي؟ هذه يد تخرج طبيعي، ليست للدفع وإنما للحركة الطبيعية. شوف هنا ايش سووا، نمشي، من اللي وضع نفسه أمام الثاني؟ شوف لاعب الهلال شو بيسوي، كمل. اليد، الكلام على اليد تلقائي يا ابو وليد. انا مستحيل انه يدي تبقى في ثبات وانت قدامي، وانتم لعيبه تعرفون هذه ديناميه حركه. قرارك لا يوجد ضرب